زين عمار، بعد زمان اهلا وسهلا فيك على منصة شام فليكس. بكرة شي نهار بحكي لك هالخبرية. نصيف زيتون بحب كتير صوته، وهو مطرب مفضل عندي. بعد 7 سنين من مشاركتك ببرنامج ذا فويس كيدز، زين الفنان اليوم وين؟ زين هسا موجود ب أكتر شي عم بكون بمثلا المعاهد، بدار الأوبرا. عم بحاول أكون أكاديمي أكتر يعني. ما بدي أظهر بطريقة تكون عشوائية وغني بطريقة ما أنا كتير يعني محترفة. عم بتدرب بمعهد صلح الوادي، سنة سادسة صرت فيه. وبإذن الله رح تلاقوني بعد فترة بعد البكالوريا موجود بالمعهد العالي، كونه حابب إني كمل دراستي فيه. الغياب عن جمهورك ما بتخاف منه؟ هلق لا، لأنه صار لي فترة كنت قاطع يعني ما يعني فترة هيك لبعض الضغوطات. بس يعني كان في شوية معاناة من ناحية إنه أنا عندي حساب نوعا ما قوي يعني. فإنه الكل يقول لي إنه ليش ما بتستغل هذا الموضوع وإنه بتنزل كتير. فكنت بفترة هيك كانت صعبة شوي يعني من ناحية ضغوطات نفسية وهيك شغلات. منعتني إني أقدر أنزل كتير. فإسا إن شاء الله بإذن الله رح يكون في شي جديد ورح نرجع بداية جديدة يعني. مهرجان مالمو الدولي للأغنية العربية والعود، تحكي لنا عن مشاركتك بهاي المسابقة. هلأ هي مسابقة كتير حبيتها والفكرة تبعيتها كتير بتجنن. أه بصراحة عجبتني الفكرة تبعيتها يعني. ولقيت فيها كتير ناس مشاركين وأصواتهم كتير بتعقد وبتجنن يعني. فلهيك حبيت شارك وكون من ضمن المنافسين. وبصراحة كل الشيء المطلوب يعني كان موجود عندي، ولقيت إنه المؤهلات موجودة عندي يعني. وحبيت إني شارك فيها كونه خطوة أولى، وعندي أنا بحب السفر كتير يعني. فلهيك حبيت إني مثلا حبيت الفكرة إنه بنروح بنزور السويد يعني. غيابك عن جمهورك ما بتخاف الجمهور ينساك؟ هلا شيء اكيد يعني، بس لانه الجمهور يعني هو شيء كتير اساسي للفنان يعني. بس انا اضطريت اني غيب لفترة، بسبب انه بمرحلة صوتي بيتبدل يعني. فمشان ما يكون في تعليقات يعني، في ناس بيمروا بفترة بهاي المرحلة بصير صوتهم يعني أسوأ شوي، بيصير بده تدريب كتير. بده يعني لازم الواحد يقطع بهاي الفترة بس لحتى ينطلق انه لحتى يكون صوته أزبط يعني. هسه انا هلا رجعت بعد فترة انه صوتي حسيته صار احسن. وانا بكل هاي الفترة يعني كنت انا عم بشتغل وماني تارك قصة الغناء. كنت عم بدرس بشكل اكاديمي اكبر ومشان ارجع باحترافية يعني. بعد الناس اليوم عم توقفك بالشارع وتعرف زين عمار، ولا اختلف عليك الموضوع من 7 سنين لهلا؟ هلا ايه بعد فيه. بس انه قليل يعني بتطلع، كوني اوريدي من شوي قلت انه انا الي فترة قاطع وانه بيتذكروا بعدهم ايامات وقت كنت صغير. في ناس بتطلع بتصفن فيني هيك بانه انت هو اللي عم يغني، فبتطلع ايه بقول لهم انه. فحسب في اماكن يعني مثلا بدار الاوبرا، بهدول الاماكن اللي الغنائيه ومخصصه هاي الشغلات، هنيك الاكتريه بيعرفوني كونهم هن متابعين لهي القصص كتير. وايه في ناس يعني بعدها بتعرف بس بنسبه اقل من قبل. أعظم لحظات عشتها على مسرح ذا فويس كيدز تحكي لنا عنها. آه هلا هي تجربة كانت كتير بتجنن. آه كانت يعني استثنائية كتير. هلا على المسرح بصراحة كانت أجواء بالنسبة لتجربتي الشخصية كانت مرعبة بشكل. كونه أنا قبل ما أطلع على البرنامج بشهرين اكتشفت إني أنا صوتي حلو. فأنا طلعت فترة هالشهرين ما لقيت حالي غير بذا فويس. كنت أول مرة بحياتي بطلع على مسرح، حتى كنت ما كنت أخجل إني أغني قدام شخص أو شخصين. فما بالك إني فجأة لقيت حالي إني أنا طلعت على مسرح. لا كان جو كتير هيك رعب. بس هي رسمالة طلعت إنه لقيت أول 10 دقائق، قال أول 10 دقائق، أول يعني ثواني يعني أول 10 ثواني تقريبا هيك بس لحتى تاخد على الجو. بعدين بتنسجم. بس كانت تجربة كتير حلوة يعني. صحيح هيك بتخوف بس بتحس إنه أنت عم تعمل إنجاز كبير يعني. نانسي وبوسة نانسي ورسمة نانسي واختيارك لنانسي، شو قصتك مع نانسي عجرم؟ نانسي
بصراحة وأنا وصغير كنت كتير اسمع أغانيها، وكانت مطربة مفضلة عندي. وهلق بعدني بحبها يعني، بس صار في ناس يعني هيك بالقائمة الأولى. فهي كونها وأنا وصغير كنت أسمع لها كتير أغانيها، كانت كتير إنه بتحب الأولاد الصغار. فأنا كنت أحب هاي الشي اللي بشخصيتها يعني، وشوفها كان إنسان كتير لطيف يعني. فلهيك اخترت نانسي، وأنا بحب صوتها كتير، وأنا وصغير كان صوتي كتير بيلبق على صوتها. فهذا هو السبب يعني لحتى اخترت نانسي. نجم أو نجمة زين عمار بيتمنى يعمل معهم ديو غنائي؟ هلق في كتير شخصيات هيك براسي يعني. نصيف زيتون بحب كتير صوته، وهو مطرب مفضل عندي. بس بحس بهالفترة صوته مختلف عن صوتي. تغير يعني، ما بطل كتير بيلبق لأغاني نصيف، بس بحبه كتير كإني استمع لأغانيه. أشخاص بحب غني معهم ديو أصالة. بحب كتير صوتها، بحس أغاني تبعوتها بيلبقوا لصوتي يعني. بحس يعني إنه في كتير أغاني لإلها جربت غنيها بصوتي، فحسيت إنه طلعت برأي الكل يعني إنه هي مميزة. زين، سجلت أغاني خاصة فيك عبالك تسجل اليوم ولا بتحس بعد بكير؟ فسجلت أغاني خاصة. غناي اسمها طلة شمس. كنت بعمر بس كتير صغير يعني، بعد ذا فويس بشي سنتين أو هيك شي. سمعوها وقارنوا بين صوتي قبل وهلأ يعني. من كم يوم كنت عم بسمعها، فعم بتطلع انه قديش كان صوتي هيك ناعم ومختلف يعني. بس حبيت يعني، حبيت الأداء تبعي كان فيها يعني، ما حسيت انه فيها أغلاط أو شي كتير انه مثلا بندم على صوتي قبل. آه، أغاني هلأ عاملها عن جديد بصراحة، بحس بالي الفكرة، بس بحس انه لسه بكير يعني. زين، بعد عدة سنوات وهين، هل عم تفكر تكمل دراسة الفن أكاديميا بالمعهد العالي للموسيقى، أم بتفضل يضل الفن موهبة وتدرس فرع علمي تاني؟ هلأ بالنسبة لي الغناء هو موهبة كبيرة يعني. بحب من أنا وصغير إني فوت بالمعهد العالي، وهذا حلم بالنسبة لإلي. فأكيد راح فوت بالمعهد العالي وراح كمل بهاي الموهبة. زين عمار، لو ما كان فنان أو مغني اليوم وبعد عدة سنوات، شو المهنة اللي ممكن يمتهنها زين؟ حسب مثل ما الكل بيقولوا لي يعني إني عندي قدرة بالتقليد، بس أكيد ما راح قلد لسه. أه عندي قدرة بالتقليد، وحتى بقدر أتقمص شخصيات يعني معينة، وشاطر بهيك شغلات، فبفوت تمثيل. يعني بحس شخصيتي أقرب لأجواء الفن أو الأضواء أو هيك شيء، لأني من أنا وصغير عندي حلم بإنه أكون قريب من الكاميرا، أو يعني يكون بطلع على التلفزيون أو هيك. إذا إجاك عرض اليوم لتخوض غمار تمثيل سواء بمسرحية أو سينما أو دراما، بتوافق؟ هلق أكيد رح وافق، ما عندي مشكلة أبدا. بس بنفس الوقت يعني بخلي الغناء عندي شيء أساسي. هو المهنة الأساسية عندي، والتمثيل بخليه هواية يعني. زين عمار، مو معقول نلتقي بنجمة ذا فويس كيدز وما نسمع شي بصوت. بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري، عن يلي صار عن هالحلم بعيني. قصة مشوار وحدا بيعز علي. بكرة شي نهار بحكيلك هالخبري، وين بلاقيك بكرة بحطك بالصورة، وبلون فيك ايامي بفيا ونورا. روح وخليك ضلك عيني زورا، بس هالمرة محظورة. بكرة شي نهار، بكرة شي نهار بحكيلك هالخبري، عن يلي صار عن هالحلم بعيني. قصة مشوار وحدا بيعز علي. بكرة شي نهار بحكيلك هالخبري.
شكرا كتير لمنصة شام فليكس، وشكرا كتير على الاستضافة الحلوة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة شام فليكس وتفعيل زر الجرس لتشوفوا كل جديد.